احنا عرفنا مع بعض قبل كده ان اللغه الايطاليه من اسهل لغات العالم، ان ما كانتش اسهل لغه في العالم فعلا. لكن ايه اللي بيخلي اللغه الايطاليه ايه يعني؟ ليه الايطالي من اسهل لغات العالم؟ في اللغه الايطاليه الحرف اللي بيتكتب بيتنطق، والحرف اللي بيتنطق بيتكتب. طبعا ده بيختلف عن لغات كتيرة جدا. الموضوع فيه بشكل مختلف. يعني مثلا في الانجليش مثلا، في حروف بتتكتب وبتتنطق بشكل تاني ملوش علاقه بالحروف دي خالص. يعني في الانجليش مثلا تي اي او ان بتنطق الشن، تي اي او ان بتنطق الشن، ما فيش علاقه طبعا في النطق. كمقطع بتنطق شن. اس يو ار اي بتنطق جر، تي يو ار اي بتنطق تشر. طبعا ده غير حروف السايلنت ده في الانجليش طبعا. لكن في اللغه الايطاليه الحرف اللي بيتكتب بيتنطق واللي بيتنطق بيتكتب. دي حاجه كمان ان اللغه الايطاليه كحروف لاتن، اللغه الايطاليه اللغه الايطاليه كلها كحروف لاتن 21 حرف بس. اللغه الايطاليه 21 حرف بس، مش 26 مثلا زي الانجليش. مش اكتر من يعني الفرنسي مثلا اكتر من الانجليش كمان. ال 26 بتوع الانجليش زائد الحروف يعني علامات الاكسون وحروف الاكسون كده، فالموضوع بيبقى اكتر من كده شويه. في الالماني اكتر من كده برضه، 26 بتاع الانجليش زائد زي الملاوت، الموضوع بيختلف شويه. لكن الايطالي اللغه الايطاليه كلها 21 حرف بس. لكن ال 21 حرف دول يعني موجود منهم كل الاصوات بتاعت الانجليش. يعني هي صحيح 21 حرف مش 26 زي الانجليش، بس كل الاصوات اللي موجوده في الانجليش موجوده في الايطالي في ال 21 حرف دول. ازاي؟ ممكن في فيديوهات بعد كده بنشوفها بالتفصيل الايه ازاي الصوت بيتنطق كذا من الحروف دي. لكن ال 21 حرف بتوع الايطالي بيدوا كل الاصوات بتاعه الانجليش اللي هم 26 حرف من خلال ايه حروف الايطالي. جراتسي.